صباح الخير بتوقيتي. النهارده هتكلم عن 6 عادات لو عملناهم هيخلي يومنا فيه انجاز اكتر. اول حاجه هتكلم عنها وهي الهدوء. الهدوء مش ان احنا نسكت او نفضل ساكتين اول ما نصحى، لا، فكره ان احنا نصحى قبل الميعاد بتاعنا، سواء الشغل سواء المدرسه سواء الجامعه، قبليه مثلا بساعه او نص ساعه، علشان يبقى عندي وقت كافي ان انا اقعد، ان انا افطر، ان انا اعمل تمرين، ان انا اعمل حاجات كتير قبل ما انزل الشغل. مش اول ما اصحى من النوم ابدا اتحرك على الشغل او المدرسه او الجامعه، فاحس ان انا مضغوط طول اليوم، واحس ان انا في حاجه ضغطاني او في حاجات المفروض كنت اعملها وما عملتهاش، فده هيأثر على يومي بشكل كبير جدا حتى لو الحاجه دي قليله او صغيره. تاني حاجه وهتكلم عنها وهي مهمه جدا جدا جدا، وانا جربتها وفرقت معايا، ان انا اعمل التودو ليست من بالليل، من اليوم اللي قبله، مش في نفس اليوم الصبح. اخد 10 دقايق كده بالليل او 15 دقيقه مثلا، اشوف انا عايز اعمل ايه بكره، انا ايه الحاجات اللي انا عايز اعملها، فابدا اكتب الحاجات اللي انا عايز اعملها تاني يوم علشان ما اصحاش الصبح ابقى بفكر في مليون حاجه. بيفضل اني انا اعمل التودو ليست من بالليل لتاني يوم، علشان الصبح ابقى جاهز اول ما اصحى من النوم، ابقى جاهز ان انا ابدا يومي على طول، مش هاخد وقت ان انا لسه هكتب ولسه افكر ولسه اشوف انا عندي ايه وهعمل ايه. تالت حاجه ودي مهمه جدا جدا وبقولها تقريبا في كل فيديو، الموبايل. فكره انك تمسك الموبايل اول ما تصحى من النوم ده ممكن يخليك تقريبا ساعه او اكتر من ساعه على السرير وانت ما بتتحركش. فيفضل ان احنا نقفل الاشعارات بتاعت كل الابلكيشنز اللي بتبقى موجوده على الموبايل، او نحط الموبايل بعيد عننا، يعني علشان نقوم اولا بسهوله، وثانيا علشان ما نمسكش الموبايل ويضيع ساعه واثنين وثلاثه واحنا مكاننا. رابع حاجه بقى وهي التمارين، انك تعمل تمارين حتى لو انت قاعد مكانك لمده 5 دقائق. مش شرط انك تطلع تجري في الشارع، مش شرط انك تنزل مثلا الجيم، لا، ممكن تعمل تمارين وانت قاعد مكانك علشان تحرك وتنشط جسمك وتهيئه ان هو يقوم يتحرك علشان يشوف الحاجات اللي موجوده في يومك. وخامس حاجه بقى وفرقت معايا جدا من ساعه ما بدات اعملها وهي الامتنان. انك تجيب نوتس كده صغيره مثلا، تبدا تكتب الحاجات اللي انت ممتن ليها النهارده مثلا في اليوم. مش شرط حاجات كبيره، يعني ممكن مثلا ببقى ممتنه جدا للشجره اللي جنب بيتنا، يعني لو بصحى الصبح بشوفها بتفرق معايا جدا في نفسيتي جدا، لكوبايه القهوه بتاعتي، الحاجات، اي حاجه انت ممتن ليها. يعني مش شرط تكون حدث واو حصل في اليوم، لكن الامتنان بيساعدنا ان احنا نركز على التفاصيل الصغيره جدا اللي ممكن محدش ياخد باله منها. فكره انك بتكتب الحاجات دي بتخليك تاخد بالك من الحاجات الصغيره اللي موجوده في يومك. وسادس حاجه والاخيره وهي ابعد عن التذمر. فكرة انك بتتذمر على كل حاجة حواليك، سواء ظروفك، بيتك، احداثك، حياتك، كل الحاجات دي بتخليك مش عارف مستمتع باي حاجة اصلا في الحياة او في حياتك عموما. ربنا ما خلقش فينا حد ما عندوش مميزات في حياته في ظروفه، ما فيش حد فينا كده، كلنا عندنا مميزات، كلنا عندنا حياتنا حتى لو مش افضل حاجة بس فيها مميزات. فبلاش تكون بتعمل فوكس اكتر على الحاجات السلبية اللي موجودة في حياتك، دور على الحاجات الإيجابية اللي موجودة في حياتك وركز عليها علشان تبعد عن التذمر. لأن التذمر مش بس هيخليك تتذمر على الحاجة اللي انت معاك دلوقتي أو الحاجة اللي في إيدك، لا، ده هيبقى التذمر عادة اتعودت عليها، هتتذمر على أي حاجة وكل حاجة، حتى لو كانت يعني حاجة ما ينفعش تتذمر عليها. فدول 6 حاجات لو عملتهم في بداية يومك هيمشي يومك وهينظموه بشكل كويس، هيساعدوك ان انت تخلي يومك فيه انجاز اكتر، انك ترتب اولوياتك، انك تصحى بدري قبل الشغل بتاعك، انك تقفل الموبايل خصوصا في اول كام ساعة في اليوم او اول ساعة بس لو انت مش بتستحمل او لازم تخلص شغل على الموبايل، يعني ممكن تقفله بس اول ساعة في بداية ما تصحى. حاول تصحى في هدوء، حتى لو تقعد على السرير كده 5 دقايق وانت هادي، ما فيش اي دوشة حواليك، ما فيش افكار في دماغك. حاول انك تشكر ربنا دايما على الحاجات اللي موجوده في حياتك، حتى لو الحاجات اللي موجوده في حياتك دي بالنسبه لك مش حاجه اللي هي واو، بس لما بتشكر ربنا على الحاجات اللي موجوده عندك ربنا بيفتح عينيك على حاجات احلى بكتير من اللي انت شايفها دلوقتي، بتبقى اصلا موجوده في حياتك بس من كتر التذمر مش بتبقى شايف الحاجات. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وتعمل سبسكرايب للقناه وشير لو عايز تشارك حد من اصحابك انك تعملوا الحاجات دي مع بعض. وما تنساش تعمل فولو على الانستجرام. باي باي.